علق مهاجم منتخب ألمانيا توماس مولر على الهزيمة المفاجئة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022. وتحدث مولر في المركز الإعلامي لبطولة كأس العالم بعد المباراة وقال: أشعر بأننا لعبنا بشكل جيد في فترات طويلة، لكن في كرة القدم عليك أن تحول هذا التفوق إلى أهداف. لم تكن لدينا هذه الكفاءة المطلوبة. من السخيف جدا أن نبدأ مشوارنا في كأس العالم بهزيمة، لكن عندما تشاهد الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف يمكنك أن تقول بأنها لم تكن هزيمة غير مستحقة. علينا أن نتعامل مع هذا الآن. قبول الهزيمة ليس سهلا أبدا، لكن علينا أن نظل موضوعيين. الهزيمة سهلة التحليل من منظور كرة القدم، لكن صعبة من الناحية العاطفية. إذا لم تكن لديك الكفاءة في تلك الرياضة فلن تفوز بأي شيء.